الو الو. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شعب جنوب السودان يا اخواني، انا داير ونس معاكم الليله باللغه العربيه. فنحن طبعا عبر التاريخ في نحن مرينا بحداث كثيره، فلكن بالضبط نحن نعرف الحدث ده يعني الحاصل فيهم شنو. وانا بالتحديد انا بتكلم في نقطه معينه، في توبيك واحد، انه طبعا هسه في جنوب السودان اخوان دنكا هم بقول انه في جنوب السودان جنوب عنده مشاكل، مشاكل سياسية، مشاكل عسكرية، مشاكل اجتماعية. هم بقول انه السبب في مشاكل كله ده قبيل واحد، هو قبيلة النوير. اوكي، فعشان برضو انا داير اسال، وانا داير اشوف انه عبر تواريخ او عبر مراحل الثورية اللي احنا مرينا بها في جنوب السودان، هل النوير مشكلة ولا ما مشكلة؟ برضو يعني طبعا عندهم إعلام، عندهم ريسورسز عشان يقدروا يقنعوا الناس. يقنعوا الناس ليه؟ يقنعوا الناس لأن عندهم ريسورسز وهم حاكمين بلد من 72 ليوم الليلة. عشان كده أنا بمر بمراحل التاريخية اللي مر بها جنوب السودان. المرحلة الأولى من 55 ل 72، المرحلة الثانية من 75 ل 2005، المرحلة الثالثة من 2013 ليومنا هذا. فأنا المراحل دي لازم نمر بها عشان نشوف انه في الجنوب ده هل المشكله نوير ولا دينكا مع حلفاء بتاعهم. طبعا دينكا بيخرجوا عملوا حلفاء، طبعا زول عنده ثروه وطبعا احتل البلد. يعني في مثل في كتاب كان اتكتب في السودان زمان 2000، كتاب ده عنوانه آه، احتلال موازين السلطه والثروه في السودان. كان كتب غرابه، وسبب الكتاب ده كان تعميش بتاع شمال السودان لكل السودانيين، والليله ده اللي حصل في جنوب السودان. فعشان كده انا بمر بمراحل تاريخيه، انا بشيل مرحله مرحله. المرحله الاولى قول من 2055 حتى 72، انا بشيل نقطه نقطه. طبعا نحن ثورة جنوب السودان بدأ في توقيت 2055. أول ناس انمرت في جنوب السودان ضد السلطة في السودان كان ناس إكواتوريا. الليلة قبيلة الحاكم بيقول إنه الناس ديل ما في تاريخ، مسكوه من 83 بعد ما بقى عندهم سلطة في الجنوب. فنانوير مشينا وراهم 1963. أنيوان مشى كويس، ما في مشاكل في زمن تاع ثورة أنيوان من 55 ل 72. المشكلة جه حصل إنه بعد ما خلاص يعني سنة 70، طبعا قبل طبعا فكر انه طبعا هو اساسا زي ما وريتكم زمان في حلقات الماضيه، انه طبعا اتفق مع ناس كان قالوا قبل 55 على اساس الجنوبيين مردوا، لانه في زمن بتاع المجلس الشعبي لشمال السودان بعد ما اتكونت جنوب السودان شعر بظلم، ظلم تاريخ وظلم سياسي. and then خلاص الناس بقوا في تحركات حتى وصلت في مرتبة 47. and then بعد ما الناس قعدوا قبل 55 الناس كلهم قعدوا، حتى عبد الليل كان قاعد مع الناس. طبعا اتفقوا الناس ينمردوا ضد حكومة السودان. قبل واحد الناس قال خلاص انتوا امشي انا بجي بكره، ما مشى. أنا وقت وصل 70، 1970 بالضبط. طبعا وصلوا لمرحلة انه وصلوا لاتفاقية مع اسرائيل، ونيوان ادوا امداد عسكري. 71 بعد من امداد عسكري وصل لنيوان. الغرب بتاع نيوان قالوا يا جماعة في جبهتين، جوزيف لاجو قايتود
واحد اسمه اوتايا ده من انيو. قعدوا بقي يناقشوا يا جماعه هل نقبلوا اتفاقيه نيوان ولا ما نقبلوا. طبعا جبهه بتاع اوتايا قال يا جماعه نحن ما ممكن نقبل اتفاقيه نيوان لان شنو؟ هسه ما جانا نازله هسه الجنوب ممكن نطلعوه لان هسه بقينا عندنا لوجيستيك عندنا نازله كويس نطلق جلابه عشان نشيل بلد. طبعا عمل لير عمل مؤامرات استخدم قروش مع جعفر مع نميري. دفعوا للناس قروش في اوساط نيوان قتلوا جبل المعارض وتازال قتلوا واحد غير في نيوان قتلوا في خرفلوس. دن عمل اتفاقيه وكده عمل اتفاقيه. الزول المفروض كان يكون رئيس المجلس التنفيذي العالي ونائب رئيس كان جيزو لاغو وبعد يكون قايتوت. لكن لا اللي حصل عكس. الرئيس بقى أبلير اللي كان ما متمرد اللي كان قايد مع نميري بقى نائب رئيس ورئيس مجلس التنفيذي العالي. في محل ده خلاص بدأ استعمار انه يخطط انه دينكا يعمل كنترول للجنوب السودان. ففي محل ده يا اخوانا انا بجي للنقطه بعدين في محل ده يعني انيوان كان ما عنده مشاكل داخليه بيناتهم ولا في زول بقتل زول ولا في استعمار. انيوان ما عنده مشاكل ليه؟ لانه في قيادات بتاعه ما في ديكر. there was not leaders among Deckers in انيوان. يعني دينكا كان ما عنده مسؤوليه في انيوان. دل كان انيوان كان was very smooth. secondly لما نجي لمرحله ثانيه مرحله 75 ل 2005 طبعا وكده عمل اتفاقيه زي عدي بابا اتفاق ده عمله. طبعا عمل غير جنوبيه وغير شماليه. الجنوبيين اللي كان جو مع نيوان كان بقي جيش بتاع جنوب السودان اسمه غير جنوبيه. طبعا وكده عمل اتفاقيه بعض من الناس ما مستقنعين باتفاقيه. and then حصل تذمر في عقوبه. الحكومة في شمال شعر بانه عقوبه فيه تذمر. then قرر انه يمشي غير بتاع عقوبه طبعا كان فيه بنسن كوين بول كور شلكاوي وجورن كانشو. دي أغاد كان مسؤول جيش في عقوبة سنة 75 74 75. خلاص جابوا نقلية في واحد عقيد اسمه عبالكوت. عدوا تعليمات على أساس إنه يمشي عقوبة يمشي غير ناس ديل لأن ناس ديل في تذمر. نحن قاعدين بواسطة بتاع استخبارات بتاع الجيش السوداني. and then وكان مشى في تسليم تاع كراكون. طبعا بولكور جوردن كان وبنسون كوين نظم نفوذهم. طبعا هم ناس عساكر قعدوا في زمن تاع التسليم والتسلم قتل عبالكوت عقيد. and then مشى أسس بيلفام وكيد مشى أسس بيلفام ناس سامول جايتوت عبد الله شول مشى وراهم. يعني سي جاي من 81 ل 82 وكده طلعوا مع عبد الله شول مشوا خلاص قعدوا. and then 83 طلع كربين في بور شهر 5. ويليام نيوان طلع يوم 30/6 في أيود مع تعبان جويش مشي هنا. and then قرن مشى وراهم. طبعا كالعادة نحن كجنوبيين لو عندنا مشكلة نقول عشان نأسسوا الحركة ما دي تأسس عشان يقولوا الناس قالوا الناس جا باقتراحات إنه الحركة هيقودوا منه. طبعا سامويل جاي وعبد الله شول جو باقتراح إنه قال يا قدرتم زول كبير يقود ناس. قرن قال لا يا جاي أنت قود الحركة وأنا بمسك جيش. طبعا الكلام ده بداية تاع موتر في فيتا. ممكن يحصل شنو؟ الناس يواصل في النقاش قبل ما نهاية النقاش قبل ما الناس يكملوا في مراحل تاع النقاش. قرن انسحب من مؤتمرات بتاع تنظيم حركة عشان يكون قيادة حركة. طلع مشى في الريلو وسطى ودول طوات نوراو كان حاكم في جنبيلة وهو كمان ضابط في سكيورتي بتاع إثيوبيا بتاع منجستو. مشى لطوال
طبعا زول بقدر بغنى ناس، أنا قرن راجل منطق بغنى بمنطق، لكن الفراسه حاجة تاني. فمشى طبعا طوال مشى ودولة منجستو، مشى أغنى منجستو، رجوعوا جاب طائرات، ضرب الناس في هيتم بطائرات ونزل جيش ببرشل، طردوا جروب تاع ناقايتو برا من هيتم، حتى ما قاي مشى قتل في دول 84. بعد ما مسك السلطة عمل شنو؟ بعد ما قتل قاي مشى هاجم قاجا في بلاد تام، يعني في مراد منجان ديت كون لنياروي. قردن الحياة بالليل، مراد بقرة قردن بالليل، صباح الساعة 4 ضربهم بدبابات، زو، رشاشات، قتل الكلب، قتل الجنة، قتل الراجل، قتل الجداد. الما مات الله يعو، بس يعني طبعا روح الإنسان، الروح بتاع أي حاجة ده ما عند ربنا. نمرة 3 في مرحلة بين 75 و 2005 بقي في، يعني لو مشى في لقى أبقار في غابة برسوم ريش ياكل منه وباقي يخلهم زي ده خسارات. بمسكوا بنات صغار برجالة، نساوين بمسكوا قدام رجالهم، قدام أبواتهم برجالة. أوكي. النقطة الثانية طبعا في حركة شعبية، في تدريبات، سي في كدت، لو مشيت الكلية كدت عشان تجي ضابط، لو شافوك انت نوراوي ولا من اي او من اي قبيلة، انت اغل وانت غرار ده، بعملوك تصفية بقتلوك. ده اللي كان قتل ناس شالي فاغان لو كورنيا، قتلوا شنو؟ ده تصفيات، لانه طبعا قرن بقرا اغلق، يعني بعد ما تخرج في كدت بقول لك انت خاطب ناس، انت لو خاطبت ناس وشافك انت ضابط قوي عندك موقف خلاص بقتلوك. فعشان كده مرلي زمان طلعوا من حركة كله لو كان قرن قاعد مرلي ما بتفق معكم جنوب السودان، ولهسه ضميره ما ماشي مع حل دي. فطبعا نحن طبعا الحاجات دي بعد ما حصل بمسك النساوين بقوه، بنات صغار بقوه، بقتل أبقار في غابة. ما كنت قايتو وقاجا في منجان يال والنساوين وأبقار وأغنام وكلاب قتلهم. طبعا نوير طبعا عنده مشاكل إراكم في ضمائرهم. نوير فكر في 1987 حركة شعبية أو جيش شعبي جاء في منطقة بتاع انفلو. لما جاء طبعا عقوبة وست بقي يمسك نساوين برجالة بنات شنو كالعادة. في واحد طبعا راجل كده مسوا مر بتاعه، راجل زيل مر بتاعه مسكوه، رجال مسوا راجل بتاعه، الناس بنوما مر بتاعه بصف وهو قاعد، مش الوقت براها مش له حربة، قتل واحد منهم وقام ضربه قتله. الشكل بدأ في المحل ده، ناس شاكل الشكل شديد. ده سبب بتاع تراكمات في ضمائر الناس، لأنه معامل أصلا ما حلو. فنبنين لو جينا ل 1991 ده سببه ده كان يعني ريبليون against the wrong deed، يعني حاجات بطالة الحركة الجيش الشعب كان بعمل لأبناء لنوير في مناطق بتاعهم ولقبائل الأخرى. ونحن نوير طبعا طبيعي ما بنرضوا حاجات ما ينفع كده، حاجة ما كويس ما بنقبله، أخير تقتل راجل. ف حصل 1991 قبل ما الناس يمشي لمشكلة 1991، قبل ما ريما شهر يعمل قلاب يوم 8 شهر 8 1991 كان في مشاكل متراكمة. أول حاجة الجيش الشعبي بيجي جانا في بلد نوير قال لنا يا أخي دينا يال مش الجيش، لأنه أصلا النظام تام يال نوير يمسكوهم يدربوا في الجيش يمشي خطوهم في النار عشان نوير ينتهوا شال يال. نور تاني جو
قال ده يال نقول قالوا يا جماعة زمان ما عدناكم يال بقى يال وين especially ناصر أكوبو كانتي نيرال كانتي أنورور كانتي كلهم شالوا يال مشى ودوم في تجارة أجوبة بعض منهم بيجوا كوماندو بعضهم هسه معظمهم ما في زول شافتان فمشاكل إذا كان في ضمائر الناس وكده حصل انقلاب يوم 28 شهر 8 91 لقوا ناس فايرين ضمائر ما كويس الله زيلو شالوا سلاح مشى شاكل مبور وكده مشى برضو ما قتلوا الرجال كبار ما قتلوا البنات ما قتلوا الرجال بس قتلوا الرجال وشال أبقار فده النتيجة بتاع يعني بتاع مرحلة ده then نبنين طبعا ديك مشى فكروا قال خلاص كويس كده هاي هو مشوا يي مشوا عمل هاي اسمه تناي لوس لأن لقينوا في جنوب السودان ما في مشكلة الزول ممكن يعرضهم في جنوب السودان ده قبل نوير براو ما في زول ممكن يعرضهم عشان كده مشوا يتفقوا انه يا جماعة نحن كجان عشان السلطة بتاعنا عشان نمشي قدام ونستعمر الجنوبيين زي ما عايزينهم أولا نعمل قوانين ضد قبيلة النوير تناي لوس عملوا في جاي لكن أنا في سؤال أنا قاعد أسأله طبعا في بعض من النوير وبعض من قبائل أخرى بقولنا يا جماعة قرق لو كان قاعد كان جدو ما بصل المرحلة ده أنت يا my friend you are wrong تناي لو عملوا ضد النوير قرق كان قاعد هو يا قاعد حركة يجب ما فيش مشكلة كيف هو قرن is a part of this problem in South Sudan at the moment هسه حاليا قاعد نشاكل مع سلفا شكل تاع سلفا سهل لكن شكل تاع قرن كان بيكون أخطر لأن قرن زو عنده مخ وبعرف بعمل في شنو exactly we South Sudanese we are lucky because we are fighting Salva Kiir but Salva Kiir is supported by their intelligent people those people who have got minded the planners فنحن كجنوبيين نحن دايرين نفكر كويس المرحلة ده انتهى على كده ده يعني 75 ل 2005 نجي ل 2013 حتى يومنا هذا 2026 حاجات طبعا ما مشوا طبعا وكد نالنا استقلال 2013 حصل نقاش بين الدكتور ريك مشار وسلفا كير ده سبب ده كان غير حزب الحركة الشعبية الحاكم طبعا في نظام الحزبي في نظم الديمقراطية انت اي زول عنده حق انه to contest as the leader of the party لو كان في ديمقراطية صحيح وده الحاصل انه ريك مشار قال ده يجيف عشان يكون رئيس بتاع حزب and also he want to contest as a president in South Sudan ده جاب مشكلة طبعا ديك شاف انه الخطة بتاعهم الرسم قبل الليل من زمان بيجوا في خطر اوكي طالما بيجوا في خطر قبل التطبيق بتاع التنمية الأولى النوير لازم يقتلهم عشان نقضي عليهم من نقاش الحزبي والنقاش بتاع الجمهورية حاجة ده كله نطم مشي للنوير مشي قتلهم دور طبعا كان فكر انه لو قتل النوير دور هينقض عددهم والنوير هينتهي لكن لا نحن ربنا يا خلقنا ما بننتهي فالحاصل حصل مشكلة في جنوب السودان الناس شاكلوا يعني maybe something like 27,000 to 30,000 من النوير قتلهم ده المشكلة النوير ما فهموا لي يوم الليلة هسه بعض من النوير بقيف مع حكومة تلقى زول أخوه قتلوه مرته قتلوه جناو قتلوه ده يجي مع حكومة لكن يا جماعة في الجنوب ما في حكومة في دينكا بس فخلاص المهم ناس مشي الاتفاقية سنة 2016 وكنا مشي الاتفاقية 2016 خلاص قال عمل ترتيبات أمنية العدد تاع قوة المفروض يمشي جوبا ما مشي طبعا
عندهم وسط يعني عندين ناس تعبان جاي مش نقص عدد تعبوه من النمرة المفروض يمشي جوبا نقصوه ل 3700 يوم مشي جوبا منه مش قعدوا مش حصل اختلاف في عقائب الوزارية طبعا كان دير وزارة بترول بدأ مشاكل اليوم مشاكل تصدوا لكونغو اوكي ده ماشي اتفاقية بتاع 2018 عمل اتفاقية الترتيبات الأمنية ما يتنفذ حتى التنظيم يعني حاجة صعب شديد طبعا هي مشاكل برضه يتنازل عن حاجات كتير ما المفروض الإنسان يتنازل عنه يعني فكرة لو في اتفاقية بتاع سلام أول حاجة المفروض يكون ترتيبات أمنية عشان تضمن إنه الناس بتاعك الماشيين جوب ده هم في أمان لأنه حكومة أساسا حكومة ده حماية لأنه حكومة بدون حماية ما حكومة جيش وسلاح ده حكومة أولا عشان يكون في السلطة التنفيذية بما فيهم وزراء الماشيين بالكرفت ده لازم يكون عندهم حماية لكن لو ما في حماية تمشي جوبا ما انت ما دخلت نفسك في المشكلة غير مشي براو وخلى الجيش في الغابة خلاص ما يستجينوا هسه قاعد حبسوه بعد ما حبسوا غير مشهر بدو ثاني يقتلوا في الناس لأنه خلاص كتفونا يعني نحن مكتوفين فده مشكلة بعد ما انتهى من 2018 مشي لخطة تاني مجر ودو ناصر في ناصر يعني بقي يعمل في أعمال بتاعهم ده مثلا نساوين برجالة بنات برجالة شيل أبقار برجالة أي بيشيل برجالة بقتل الناس على كيفهم فده جاب مشكلة في ناصر حتى مجر يتقتل وده أخطاء بتاع السلطة الحاكم في جنوب السودان بعد ما انتهى من ناصر مشى طبعا نحن في لونوير باللي بعد بيدان الناس مشوا عشان يمشوا يقتلوا فوق بقر حاجة مناس ليه ماشيين تقتلوا البقر في المحل ده جاب مشكلة حاليا فنحن طبعا في خلاصة نحن طبعا في محل ده يا جنوبيين عندنا أسألكم سؤال نحن في مراحل اللي أنا قاعد أتكلم فوق ده لو بتسمعوا كلام بقول فوقه خطأ بتاع نوير وين فوقه نحن ما اتخذنا خطأ لكن نحن لو تعبنا بنزل بنقول لك على فارق ده نظامنا اوكي لو لجينا لملحوظات في مراحل اللي انا ذكرتها قول من 55 ل 72 كان ما في مشكلة during the rebellion لأنه كان ما في دينغا في leadership ما في مشكلة قول من 83 ل 2026 في مشاكل كتير وخلقوا زعم بتاع قبيلة قبيل ديك اكزاكتلي يعني خلق مشاكل في جنوب السودان جنوبيين عشان يموتوا الليلة ده غير بتاع دينكا فعشان كده نحن حاجة ناخدها في اعتبار انه بكرة بعد بكرة نفس القبيل لو حكم جنوب السودان الموت هيكون دائما وابدا والجنوبيين هيموتوا كتير زمان في عنيانا خلق اسمه فايل سكواد قال انه طبعا في اس في ال ما السجن زول يعمل غلط يودوا ميدان يضربوه كلام ده فيه لكن برضه في حاجات بيجي يعني مقصودة يعني انت لو ضابط كويس في حركة شعبية انت من قبيل تاني وانت ضابط قوي لو ما قتلوك بطريقة تاني بيبقوا ياخذ ناس كومبات انتليجنت ولا ميلتري انتليجنت ديل كان كلهم يا البور بيجي بيقول لك يا اخي انت حرست الجيش انت ده تغرب رؤوس الجيش بمسكوك ما بتقدر تدافع نفسك ده يتكلم على كيفك بقتلوك ده طريقة انه ينقص عدد الناس في زمن الحركة برضو يالهم طبعا بمسكون بلد بجيبهم بدون لخواجات يدوم هسه في سالين في الله
يا البركان قاعد يحسب بمهندسين دكاترة بعد من عمل بي دي. ده كان يال القرن رسلهم زمان. فنحن جنوبي تاني نحن لسه نايمين. ده المشكلة الحاصل في جنوب السودان بالضبط. فنحن طبعا نحن ك 63 قبيلة ده نفكر كويس. ما في زول عنده مشكلة مع زول. أنا طبعا أنا يوال أنا نوراو ما عندي مشكلة مع أي شركة، ما عندي مشكلة مع أي قبيلة في جنوب السودان. لكن نحن كجنوبيين أي زول يدو حقه. البلد يا أخوانا ده بلدنا. أي زول عنده حق يكون رئيس في جنوب السودان. طبعا القبيل ده دينك حكم الجنوب more than 50 more than 50 years. خلاص أخذ حقه. نحن قبائل تاني أنت لما تجي كرئيس كابن جنوب السودان بليز جيب لنا عدالة، ونحن عشان الشعب يعيش سوا، لأن الجنوبيين عايزين بعض. تعبنا هسه يالنا في الشوارع ليه؟ عشان الخطة بتاع القبيلة خطة استعمارية. انتوا برضو يا بعض من افراد القبائل زي قبيل نوير اكزاكتلي لما نقول دينك الناس بزعلوا. طيب الحاجات ده اللي عمل لهم لخبط ده منو؟ ده ما قبيل دينك. نقولوا منو يعني؟ نجيب زول من سما نيجي ناخده في راسه؟ نو. ده مسؤوليته. يا اخي الناس ما بنسى نفوسهم. هسه بقول قال في برلمان جنوب السودان ما عنده برلمان. برلمان تاعو جين كانسل فايلر ده برلمان تاع جنوب السودان. برسم الخطط السياسية في جنوب السودان والجنوب أشبوه. برلمان ده حاجة نونسنس. فعشان كده انتوا كيا جنوب السودان من القبائل الأخرى أجيفوا سوا، أمشي سوا صف بصف عشان يغير نظام في جنوب السودان. القبيل ده يطلع برا من السلطة. وأنا ده كلام بتكلم فوق ده ما عنصرية، وأنا بتكلم في حقائق الموجودة. إذا كان بقولوا لنا قدامنا إنه نحن دينك نحكم جنوب ده 100 سنة، 100 سنة ده يعني نحن 3 تجيب نحن وين؟ نحن لو ده نجيب عدالة في جنوب السودان قبل ما دينك يطلع مع نحن بلة. نحن نمشي لو نحن 3 قبيلة نجيبه كقبيلة واحد ودينك يجيبه كقبيلة، وانتوا ابناء القبائل الأخرى في الجيش اطلع برا من الجيش. لو انت قاعد في الجيش لو لقيناك ما بنخلوك، لأنه الكلام ده ما فيه. لأنه ضيع، شفت الحركة الشعبية ضيع مستقبل جنوب السودان، وقبيل دينك دمر الجنوبيين. زمان بقول يا أخي نحن we are good leaders, we are born to rule the people. How can you rule us in this way؟ الطريق بتاعك ده ممكن تحكم ناس انت ما بتعرف اي حاجه، انت ما زول حاكم ولا رئيس ولا مسؤول الناس. وانا بقول لك من يوم الليله يا اخوي حاجه انت فكر فوق ده حاجه غلط. فنحن طبعا انا عندي رساله اخير لقبيل شلو. يا شلو يا اخوانا نحن ما عندنا مشكله معكم، نحن حال قانا سوا. ما ممكن انه يعني طبعا نحن عرفنا بينه ولون ما ده قروش كتير. ولون ما ده قروش مشروع بتاع الأراضي بتاعه وخلاص ذاته ما فضله. هو مرج ولون بقى تاجر عرب أغروب بقروش كتير ويعرف نفسه عنده حاجات. لكن المشكلة إنه الكلام ده لو تواصل الضحية هيكون قبيلة شلوك. أنت لو سألت نفسك قبيلة شلوك في جنوب السودان قدر شنو؟ وشوف حجم الشكل الحاصل في جنوب السودان. لأنه قبيلة شلوك هسه يعني هم بقتلوا فوقه وبرسلون في شكل. الشلوك هينتهي. انتوا يا شلوك لو ما عملتوا شعب يالكم هينتهي وهتكون ضحايا. ما في زول بعوضكم، لأنه الزول اللي بوديكم شكل ما بديكم هاي ولا بعوضكم ولا بسجل اسم زول إنه يكون زول ده قال شهيد. كلام ما في. هسه الناس حتى الناس اللي بيموتوا في مشاكل هسه حاليا انت لو مت خلاص يالك زاد ما في زول بعرف معلم. جنوب السودان ما في معاشات، ما في معاشات، ما في أي حاجة. فنحن في جنوب نحن في خطر. مسؤولية القبيل ده بقى جريمة في جنوب السودان. عشان كده نحن نقدر إنه النظام ده لازم يتغير. يتغير ليه؟ لأن هسه حاليا مواصل بتاعه مشكلة بالنسبة، لأنه بخلق مشاكل بين الناس. بقول فلان عمل كده زي ما اللي حصل في فشود ده، قال نوير قتل الناس. نحن مشكلتنا ما يشيلك شنو؟ ما في.
نحن ما يشلك في المره الاخيره 2006 2025 2026. نحن لسه ما عندنا مشكله مع يشلك، لانه نحن ما لسه ما كلمنا معهم عشان اقول لك بقتل يا نوير ونساوي نوير في قيادة أولون. لكن لا، نحن ما لسه ما قلنا فوق حاجه. عشان كده ما ممكن نمشي نقتل شلو الناس مساكين ما عندهم ذنب الحاصل في الجنوب. شلو ما عندهم ذنب فوقه. شنو ما عندهم ذنب. يعني المسؤول الاول والاخير في خرابة الجنوزات ده قبل دينكا اكزاكتلي بدون لفه ولا دوران. نحن يا اخوانا ما نقول نلفه. فهم خطط انه يفتن الناس عشان القبائل يفتنهم. يعني زي ما عدوا مرلي اصلها عندهم اصلها انه عشان يشاكل مع النوير عدتا مرلي ينقص وعد النوير ينقص. ودي سياسه مرسومه من ابو ما بلير. فنحن جنوبيين نحن الكلام ده لازم نفهمه كويس. عشان نبقوا ناس والجنوبيين عندهم مستقبل. لانه يالنا برضو عايزين يكون عندهم مستقبل في جنوب السودان. نحن يعني لو ما فكرنا كويس هنكون ضحايا. لكن حل بسيط. نحن ثلاثة نتوحدوا. اما الناس اللي بدهم قروش ده خليهم يمشوا. لكن هيمشوا وين؟ في النهايه هم هيقتلوهم. الحكومه اللي يقولوا ان ده ذاته الحكومه ده هيقتلوا. هذا بعد شويه لو شلوك انهارت من اولن ده وطلعوا ورا اولن ذاته هيقتلوه. لان اولن ذاته حكومه عايزه. حتى القروش اللي خطاوا في البنوك بتاعه ده ديك هيشيلوا منه وهيضيعوه. وده كلام انا بعرف كلام ده كويس. because these people they know how to play game. فالمهم انا بجيب هنا ولا معكم يا اخوان. سلام عليكم.